السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين الكرام، مرحبا بكم معي في القناة وفيديو جديد. الفيديو اللي غنخلي لكم فيه لحظة طرد رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني من قبل عدد من الطلبة، وفي المقابل غادي نخلي لكم رأي بعض المغاربة فيما وقع مع رئيس الحكومة السابق. تفاصيل الحديثة كتعود ليلة أمس الأربعاء، حيث عرفت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان هذا الحدث المثير واللي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم طرد رئيس الحكومة السابق من قبل عدد من الطلبة الذين منعوه من إلقاء محاضرة مبرمجة ضمن نشاط ثقافي كان داخل الكلية بدعوى تورطه فيما اعتبروه التطبيع مع الكيان الصهيوني. غنخليكم دابا مع الفيديو، ما تنسوش تخلوا لي رأيكم في التعاليق بخصوص الموضوع. عسكرية ويسودوا بالدعم السياسي والدبلوماسي. يا للعار اسمع بدر مفتاحي أعلن تضامني مع السيد رئيس الحكومة السابق سي سعد الدين العثماني. داكشي اللي تعرض له اليوم في تطوان خطير. كانت عنده ندوة في الكلية ديال تطوان، تعرضوا لواحد المجموعة ديال الكوفيين، بل تعرضوا حتى السيارة ديالو ما خلاوهاش تدخل للكلية، وكيهاجموا على أنه هو أساس التطبيع واللي وقع التطبيع. داكشي باش قلت لكم بأن هاد الكوفيين هادو لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، وما عندهمش كبير وما مربيينش، وتربية الغرف المظلمة ودكاكين الإرهاب هذه هي النتيجة. داكشي اللي دوز سعد الدين العثماني ديال النضال ما دوزوش هما حتى الربع ديالو، ويتعرض هادشي اللي تعرض له اليوم. كل التضامن مع سي سعد الدين العثماني. كاع شفنا الطريقه ديال دوك الطلبه نتاع تطوان، والطريقه باش المهينه باش طردوا سعد الدين العثماني ما كدارش بكل صراحه، لان سعد الدين كيبقى رجل دوله وكيبقى سياسي متمكن. انا كنقول لو انه كان اخنوش ما كنتوش غديروا هكذا، ولو درتوها غتمنعوا من الوظيفه العموميه وغتكرطوا الاسماء ديالكم. غير هو بهذه الحقره بهذه الطريقه لا، لان العثماني كان رئيس حكومه والقرار كان بيد الدوله، ما كانش يمكن يخرج على والو، بز منه غيسيني شكون ما بغى يكون. والتساؤل وهو ماشي علاش داروا هكذا، التساؤل دوك الطلبه شكون دافعهم، لان هذا الامر هذا راه وراء امور سياسيه اخرى، لانه بدون ما يحسوا بداو تيقولوا هذه قضيه ماشي حمله انتخابيه. دونك شكون دافعكم؟ الشرفه.